السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي من الشعب الكويتي الحبيب، يا احلى شعب في العالم. رسالة اليوم حق الدكتور بدر الداهوم والمعارضة الوهمية. نفضل نبلش الجيم. اول شيء، اخوي بدر الداهوم ويا اعضاء بعض المجلس الامه اللي كانوا من المعارضه الوهميه، اللي كانوا يحركون الشارع الكويتي في الطوفه. خلنا اعطيك اياها في اختصار الكلمه او في وضوح الكلام. وسويتم الزعزعه في البلد بطريقه ما يمشي هذا الموضوع، لا هذا يمشي، دستوريه لا مش دستوريه، الشعب الكويتي مدري شنو والكلام. واحنا دشينا معاكم في لويا اللي الله يحفظه الشيخ مشعل احمد، الله يطول بعمره ويخلي لنا ذخر لبلدنا العزيز، اللي كان له رسالة واضحة على سالفة ان اخر فرصة في المجلس الامة والشارع الكويتي انه يعني يرشح اعضاء مخلصين لهذا البلد. اليوم احنا وصلنا لمرحلة ان اعضاء مجلس الامة قاعد تسيء للشعب الكويتي في تقديم الاقتراحات ودغدغة مشاعر المواطن الكويتي. وانتم تعلمون يا اعضاء مجلس الامة احنا في وضع الحالي وضع متأزم عالميا وليس داخل البلد بس. في غموض قاعد يحدث في العالم، و الاكتئاب اللي وصل للمواطن الكويتي حاليا، والركود السياسي والركود المالي والركود الاقتصادي والعمل داخل البلد، في امر احنا لا نعلم فيه ولا انتم يعني وانتم تعلمون فيه. نعم، يجيني عضو ما ادري منو وش يخربط يقول لي انا ابي اشتري القروض، يجيني عضو ما ادري ايش يخربط يقول انا ابي. كلهم يتكلمون على جهات معينه، جهه الاستثمار، جهه وزاره الدفاع، جهه مش عارف ايش، جهه مش عارف ايش، وتناسوا المواطن الكويتي المحتاج، وكأن المواطن الكويتي ما يهم عندهم. احنا عندنا اهم شيء نركز على بعض الجهات، ما ادري شنو هدف هذه التركيز فيها. هل هم يبون يدششون ربعهم او اخوانهم او لاخره داخل هالجهات اللي يعملوا فيها؟ ما ادري شنو الوضع، يعني شنو انا ماني فاهم لا زال للحين انا ما ابي اركب الباص المعارضه اللي حاليا الوهميه. عموما جينا قالوا بيشترون القروض. انا من الناس مؤيد القرار، مش أيد القرار، الوضع مش واضح. احنا نعلم وانتم تعلمون يا شعب الكويتي ان القروض ما راح تطيح من قبل مجلس الامه، راح تطيح من القياده السياسيه، من الله يحفظه الشيخ نواف الاحمد ويا الشيخ مشعل الاحمد. غير هذا الكلام مش حيمشي. انا اقول لك اياها من الحين، لان هذا القرار قرار يعني قرار مال دوله سياده، عرفتوا المقصد. فهذا القرار هم اصحاب الشأن في هذا الموضوع، طويل العمر والشيخ مشعل احمد والى اخره. مجلس الامه قاعد يدقدق المشاعر الكويتيين ليفتحوا باب المشاحنات بين الحكومه. احنا نقولها بوضوح. المفترض ان اليوم اعضاء مجلس الامه يطالبون في تاجيل الاقساط. ممكن اقتنع بالوقت الحالي في ركود سياسي، في ركود اقتصادي، ففي امور يعني وصل لمرحله المواطن الاكتئاب، في مزايدات في المطالبات حق اخواننا المتقاعدين والى اخره. فالامور كلها يعني داشه بمثل الخلاط وقاعد يطلع لنا عصير مر وقاعد نبلعه ونقول يلا. هذا اللي قاعد يحدث الحين. فاخواني المواطنين الكويتيين، يا شعب الكويت الحبيب، يا شعب الكويت العزيز، اضغطوا على اعضائكم المجلس الامه، خلي يعطونا قرارات او يقدمون اقتراحات تفيد المواطن الكويتي. ممكن لتاجيل الاقساط المواطن الكويتي لمده 6 اشهر على ما تعدي مرحله الركود والازمات اللي ذكرها
الاخ شعيب الميزري الصحه العالميه ولا غيرها، هو ممكن في ازمه تحدث لنا بالايام المقبله، ممكن الحكومه قاعده تهود في هذا الامر، العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن خلينا نشوف البدائل اللي تفيد المواطن الكويتي بالوقت الحالي لينتعش المواطن الكويتي ويحس يعني ويعيش في حياه طبيعيه، مش في الاكتئاب. ضغطوا على اعضاء مجلس الامه يعني انه يصير مثلا في تاجيل اقساط، زياده الرواتب للمواطن الكويتي بصفه يعني استعجاليه، هذه ممكن تتقبل. اما طيحه القروض، بعدين تتكلم شوي عن الاسكان، بعدين تقول لي الاسكان والشركات، وهذا الكلام احنا نسمعه من ذاك الوقت، واحنا عارفين ان هذه الشركات راح تكون حق التجار منهم وفيهم، مش طالعه برا الموضوع. المواطن الكويتي هو المظلوم. تكلمني عن وزاره الدفاع، كان ما ادري شنو الطيارات. المواطن شنو الحين؟ المواطن يقول لك وبعدين هذه القضيه الطيارات احنا نسمع فيها من المجلس اللي طاف واللي قبله. الحين شنو الاكشن الجديد؟ يعني شنو الفيلم الجديد؟ شنو السيناريو الجديد اللي راح يشغل الشارع الكويتي؟ فهذه السيناريوهات القديمه قاعد تجي بس باشخاص ثانيه. فارجو من اعضاء مجلس الامه وبدر الداهم تهدئه الامور. مشت ال100 يوم، نعم نعطيهم 100 يوم ثانيه، هذه شيء بعيد عن ارادتي واراده الناس واراده المجلس الامه ومجلس الوزراء. الامور صارت في العالم كلها في الركود، هذه كلها، واحنا ما نعلم شو اللي قاعد يحدث في البلد الا القياده هم عارفين شو اللي قاعد يصير. فانتم عليكم تهدون الشارع الكويتي وتهدئه الامور حتى نعطيهم 100 ثانيه، ما عندنا مشكله، وتتضح الصوره عندنا احنا كمواطنين الكويتيين. اما والله تتكلمني على رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، وتتكلمني على مدري منو، وتتكلم على مدري منو، فهذه مو حلول يعني الواحد فعلا يعني وده انه يعمل فيها. اليوم انت خليت منصب رئيس مجلس الوزراء منصب طارد. اذا واحد كفو وده يستلم رئاسه الحكومه ويبي يعمل في الحكومه، يفكر مليون مره انا شلون امسك هذا رئيس الحكومه، فخليت المنصب هذا طارد بسبب سوء معاملتكم وسوء الفكر وسوء الاجندات اللي انتم قاعد تحملونها ضد المواطن الكويتي والكويت والحكومه. فعلينا ان احنا الرجل الحكيم انه ياخذ الامور في هدنه، حتى لو نعطيك 100 يوم ثانيه، شو المشكله يعني؟ علينا اليوم ان احنا نطخخ الشارع الكويتي وتهدئه الشارع الكويتي، لان اليوم المواطن الكويتي لا عاد شبده وصل لمرحله الاكتئاب بسببكم انتم، بسبب الجهل السياسي والتشريعي اللي انتم قاعد تطلعون فيه في الايام اللي طافت هذه. فخلى المواطن الكويتي حتى يقول احنا نتمنى ان ينحل المجلس الامه ويتسكر المجلس الامه بسبب الجهل التشريعي والجهل السياسي اللي انتم قاعد تتعاطون معاه مع المواطن الكويتي، وطروحاتكم في القوانين والى اخره. فارجو من اعضاء مجلس الامه يعني ان يلتفتوا للمواطن الكويتي المحتاجه في صفه العاجله. يعني مو تروحوا تقول انا بشتري القروض وبطيح القروض وانتم عارفين، واحنا نعلم ان القرار هذا بيدين سمو الامير الدوله الله يحفظه ولي العهد، مو بيدينكم انتم. اليوم اتجهوا لاتجاهات اللي ممكن تخلي المواطن الكويتي يريح شوي، سالفه تاجيل الاقساط، زياده الرواتب، خصوصا في وضع الركود الحين وبعدين نشوف موضوع القروض والى اخره. اما تدخلوا لي في موضوع ثاني وتدخلوا لي في موضوع ثالث، حتى المواطن الكويتي يقول لك هذا الامر هذا كله ما يعني لي انا الكلام اللي قاعد تقولونه. احنا في دائره، والدائره هذه نفسها قاعد يعني نلف حواليها، ما في شيء جديد، بس الاوجه اللي قاعد تتغير. شيلوا مرزق الغانم، جبتوا احمد السعدون. احمد السعدون يعني ما اشوف شيء انا جديد ولا شكل جديد في المجلس الامه، في شيء تغيير، هو يعني ابسط المثال اللي كان احمد السعدون يقوله قبل سالفه اللائحه الداخليه، ما اشوف شيء تغير من اللائحه الداخليه. يعني هم يعني انا بوجهه نظري تجار، بس في تاجر معارض وفي تاجر موالي، فهذه هي اللي قاعد تصير بين التجار. احنا المظلومين واحنا اللي داشين ضحيه في هذه الامور. على كل اتمنى من اعضاء مجلس الامه والاخ بدر الداهم والاخر والمعارضه اللي قاعد تحدث الحين انهم يطالبون الهدنه الاخرى ال100 اليوم الثانيه لتهدئه الامور. وعلى الاعضاء مجلس الامه النضج السياسي يعني والنضج التشريعي خلي يكون موجود عندهم، ويلتفتون للمواطن الكويتي الحقيقي في الامور المال اللي قاعد الحين المواطن الكويتي يغلي
ان اموال قاعد تتوزع بشكل مؤسسه وشركات ومش عارف ايش والكلام الفاضي هذا اللي لا يودي ولا يجيب، وانتم عارفين واحنا نعرف انه ما راح تطبق شيء واقعيا، وانتم عارفين واحنا عارفين، واذا تطبق راح يكون عيالكم وعيال عمكم راح يكون في هذه الشركات. انتهى. فارجو منكم ان تتابع انكم الحين تستعجلون في سالفه تاجيل الاقساط، زياده الرواتب حتى لو 100 دينار و120 دينار للموظفين العاملين الحين في الدوائر الحكوميه، زياده العلاوه الاطفال، زياده علاوه الزوجيه، هذه ممكن راح تريح المواطن بالوقت الحالي. فارجو ان تهدون الامور يا اخوان الاعضاء مجلس الامه، وبلاش المزايدات والمهاترات اللي لا تودي ولا تجيب. الكويت ما راح تستحمل اكثر من كذي بعد. الكويت تحتاج تنميه انسان، تنميه ثقافه انسان، تنميه بشريه حقيقيه، وتنميه عمرانيه، وتنميه اقتصاديه يعني حقيقيه اللي يستشعر فيها المواطن الكويتي. اما تجيني واحد دكتور كيميائي يتكلمني عن الاقتصاد، ويجيني واحد مدرس شريعه يتكلمني عن الاقتصاد، فهذه الامور ما هي يعني منطقيه يعني. فارجو التأني في هذه الامور. وكذلك الدكتور محمد هايف المطيري، انا اشكرك على اهتمامك على محاربه الفساد الاخلاقيه اللي قاعد تحدث عندنا في المجتمع الكويتي. ولكن دكتور هايف، انت مو وحدك في المجتمع الكويتي اللي عايش في هذه الارض، في ثقافات موجوده عندنا في المجتمع الكويتي. ارجو انك تهدي الامور شوي، لا يعني تشد الامر اكثر وتشد الحبل اكثر، لانه راح يرد عليك انت شخصيا عادي، وعلى المجلس الامه في الايام المقبله. الشعب الكويتي راح يتجه الى عدم ترشيح اعضاء المطاوعه في المجلس الامه بسبب الشده اللي انت قاعد تشدها في الوقت الحالي. الامور تحل بطريقه وديه، الامور تحل بطريقه دبلوماسيه، الامور تحل في طريقه السلوك والاسلوب لدى المواطن الكويتي مع الفساد اللي قاعد يحدث في المجتمع الكويتي. اما سالفه الشد والمحاربه والفساد والى اخره والى اخره، ما حد ولاك على المسلمين انك انت تكون امير المؤمنين يا دكتور محمد هايف، ولا حد انت ولاك انك انت تروح تفتش وين الفساد وتروح تحط دينك عليه. الفساد بين والاخلاق بينه، والحمد لله المواطنين الكويتيين فيهم خير وفيهم وازع الديني، والاسر الاسر الكويتيه لله الحمد فيهم العادات والتقاليد ومحترمه، فما لا داعي تعطينا المعطيات ان المجتمع فاسد. ارجوك يعني دكتور محمد هايف تقبل مني هذا المرور، فهي يعني هيع شوي وريح شوي، لان هذا راح يرد عليك عايدي، وراح يرد على تكتلك في الايام المقبله كله عايدي وليس للخير في الايام المقبله. ارجو من المواطنين الكويتيين الضغط على اعضاء مجلس الامه لتعديل السلوك داخل قبه عبد الله السالم في الفكر والطرح والقوانين، لان اللي قاعد يحدث داخل هذه مسرحيه، بس في منتج جديد، في كاتب جديد، بس الاوجه جديده قاعد تتغير، هي نفس الطروحات ونفس الفكر اللي موجود في مجلس الامه. ارجو انهم يعني حتى الاعضاء مجلس الامه انه يهدون في الوقت الحالي مع الحكومه، وكذلك يطرحون قوانين تفيد المواطن الكويتي، مو شركه اسكانيه، وانتم عارفين الشركه الاسكانيه من راح يكون موجود فيها، شركه توصيل طلبات مش عارف ايش ومساهمه، وانتم عارفين من راح يدير الشركات هذه. فخلوا المواطن الكويتي يستفيد ويتمتع في اموال موطنه بالشكل الصحيح، بزياده الرواتب، في زياده العلاوه الاجتماعيه، وعلاوه الطفل، وعلاوه العلاوه الزوجيه. هذا الشيء الملموس حق المواطن الكويتي اللي محتاجه بوقت الحالي، ومراقبه الاسعار والى اخره. فارجو انكم تتابعون في هذا الموضوع في سعه الصدر، وانكم تيقنون وانكم تعرفون ان المواطن الكويتي ترى واعي لكم وفاهم شنو قاعد تسوون، وان المواطن الكويتي قاعد يئن من مشاكل اقتصاديه اسريه داخل البيت، محتاج مش سكنيه شركات مش عارف ايش والكلام هذا. الشيء الاهم من هذا الامر يا اخوان اعضاء مجلس الامه، التفتوا ما يعني المواطن الكويتي وما يعني هموم المواطن الكويتي، مش تعطوني الاطار ان احنا سوينا شركه اسكانيه للمواطن الكويتي. الشركه الاسكانيه على ما تاخذ الاجراءات ومش عارف ايش يبي لها وقت. ابي الحين شنو انا اخذ، شنو مستفيد.
تعاونوا مع الحكومة بطريقة دبلوماسية وطريقة نحن تجمعنا الكويت والمواطن محتاجه. طبقوا هذا النظام، مش اروح اهدد، لا، اقدم استجواب. المواطن الكويتي مو محتاج الكلام هذا. ارجو انكم تعون في هذا المطالبات السريعه. الله يحفظ الكويت ويحفظ اميرنا ولي عهده، ويحفظ الشعب الكويتي، والله يولف بين الشعب الكويتي بينهم بين بعضهم، وان يديم علينا الصحه والعافيه، وان يرزقنا ويرزقكم، وان يحفظنا ويحفظكم. قل خيرا واصمت. الكويت تبقى، الكويت الاولى والاخيره، الكويت تجمع الجميع. الكويت تريد منا الافضل وللامام باذن الواحد الاحد، والله يحفظنا. اخوكم جابر الصالح.